مساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كيد كاست. معانا النهارده حد جديد. اسمك ايه؟ مريم. مريم ايه؟ مريم عمرو. ليه؟ طيب عندك كام سنه يا مريم؟ عندي 9 سنين. 9 سنين بس؟ ليه؟ مش عارف. ده اللي حصل الحمد لله. صح. اوكي، انت في سنه كام بقى يا مريم؟ انا دخلت 3. داخله 3 برامي 3. يعني برايمري 3 صح كده؟ اه. تحبي تقولي ايه للناس عنك؟ يعني دي الكاميرا اللي جايباكي، تمام؟ الناس شايفينك هنا، تحبي تقولي لهم حاجه، تقدمي لهم نفسك؟ مش عارفه. يعني لو حابه ان انت تقولي لهم حاجه عن نفسك مثلا، تحبي تقولي لهم ايه؟ مش عارفه خالص. قولي الحمد لله. الحمد لله. وهتمشي بالظبط كده. خليني اسالك على شويه اسئله كده. اول حاجه، انت هوايتك ايه اللي انت بتحبي تعمليه في وقت ما انت تبقي فاضيه؟ بحب انام بدري واصحى بدري، ولما بصحى بفتح التي في واتفرج على الكرتونز، وبعديها بفطر، وبعد ما افطر اتغدى اكيد، وبعديها اقعد على الموبايل أتعشى. شويه. بتتعشي برضو ولا؟ لا بتعشى. فعلا؟ بتعشى بس متأخر شوية. طب قولي لنا كده، بتفطري ايه؟ ساعات بفطر كورن فليكس، وساعات بفطر بيض. طب البيض بقى بتحبيه مسلوق ولا مقلي ولا اومليت؟ اومليت. طب ايه الفرق بين الاومليت والمقلي؟ انا متعودة على الاومليت كتير لان انا باكله كتير جدا، عشان بحب كمان اكله عشان هو اكل خفيف كده شوية. بس انت تفتكري ايه الفرق بين البيض الاومليت والمقلي؟ لان الاتنين بيتقلوا في الزيت او في السمنه. ما انا عارفة بس ما جربتش البيض المقلي قبل كده. تمام. طب الاومليت ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ اللي هو عيون يعني ولا حته؟ لا حتة. حته كده دوريه لا، كده حتة بتقعد كده. تتشقلب كده صح؟ حتة. طيب حلو قوي. طيب يعني انت بتقضي وقتك ان انت وقتك الفاضي ان انت مثلا تتفرجي على التلفزيون او تلعبي بالموبايل، تلعبي بالكمبيوتر، او ممكن ارسم. ممكن ترسمي؟ تعرفي ترسمي كويس؟ اه. فعلا؟ طب ايه اكتر حاجه رسمتيها وكنت مبسوطه بيها انك رسمتيها؟ كنت بتفرج على اليوتيوب فقلت ممكن اشوف شوية رسومات واتعلم منها اكتر. لقيت رسمة جميلة جدا، قعدت ارسمها. كانت رسمة بنت لابسة كاب وكانت قافلة عيونها معرفش ليه، وكانت شكلها جميل جدا. واول ما شفتها عجبتني جدا، رسمتها وشفتها عجبتني ووريتها لمامي عجبتها قوي، كانت فرحانة. طب حلو جدا، حلو قوي. هقول لك على سؤال بقى وده سر، بتحبي ماما اكتر ولا بابا؟ الاتنين قد بعض؟ فعلا؟ طب لو جيتي مثلا في حاجه مضايقاكي قوي وقعدت بتعيطي، مين هتجري عليه؟ مش عارفة، بيبقوا هما الاتنين زعلانين مني، او ساعات ماما او بابا. لما ماما تكون زعلانة مني بروح لبابا. لما بابا بيكون زعلان مني بروح لماما. والله خطه حلوه مش وحشه خالص. ايه اكتر حاجه مثلا بابا او ماما انت بتحبي ان هم يقولوها لك تبقي مبسوطه وانت بتسمعيها؟ الله يبارك لك. تمام. ايه اكتر حاجه بقى بتحبيش تسمعيها من بابا وماما؟ انتي وحشة، انتي نوتي، باد كده. نفسك تطلعي ايه يا مريم لما تكبري؟ دكتورة. بحبها. واو. طب دكتورة ايه؟ يعني انت عارفة ان الدكتور بيبقى متخصص دكتورة يعني اطفال. دكتورة اطفال؟ بتخف الاطفال كده لو بطنهم بيوجعهم اديهم ادوية كده. طيب حلو جميل. انت عارفة ان الدكتور بقى المفروض ان هو يذاكر كتير قوي صح؟ فانا بعمل كده ساعات بتذاكري كتير؟ قوي. اوكي. يعني يوم الجمعة بقى فاضية، بطلع كراسة او بتفرج على اليوتيوب على الناس بتذاكر واحط الكلمات في دماغي. ما شاء الله. خليني اسألك، انت بتحفظي قرآن؟ حفظتي كام جزء او قد ايه؟ داخلة على الجزء الثالث. طب قولي لي، بتتبسطي وانت بتحفظي قرآن؟ فعلا؟ بنبسط. كون زعلانة الاقي جده بيقول لي تعالي يلا ناخد قرآن، باخد معاه واحفظ حتة. بعدين لما اخلص الاقيه بيكتب لي على الحاجات اللي انا حفظتها عشان هو بينسى ساعات. طب بتحسي ايه بقى وانت بتحفظي قرآن؟ بحس ان جسمي مرتاح وحاسه كده ان انا مبسوطه. تحسي ان انت انجزتي حاجه لما تحفظي مثلا حته كبيره او جزء كبير كده؟ وبكون كل يوم بمسك المصحف واحفظ حته برضه، بس ساعات بنسى. دي الحاجه الوحشه ان انا بنسى. كلنا بننسى على فكره، ما تضايقيش يعني عادي. مش متضايقه بس علينا شويه. المهم ان انت تراجعي وخلاص. بصي بقى يا سيدي، خلينا نتكلم كلام كبار بقى. ايه رايك في التعليم؟
ايه رايك في المدرسه، اختراع المدرسه نفسه؟ جميل، بس ساعات لما بقوم ماما بتصحيني عشان اروح، تعبانه، جسمي تعبان، مع اني نمت بدري، بنام الساعه 10 بلاقي جسمي تعبان، فبحاول ارهف عن الناس. اول ما اروح المدرسه خلاص بقيت نشيطه. طيب يعني انتي بتحبي المدرسه؟ اه فعلا. وليكي اصحاب كتير وكده؟ كتير. طيب في الفسحه مثلا بتعملي ايه؟ كذا فكرة، نلعب خلاويص، ساعات بقى بنلعب سكويد جيم، حد فينا يقبل عروسة والباقيين يجوا. كنت في البيئي، كان أصحاب قليلين كانوا بيلعبوا معايا، عشان البيئي بقى في البيئي بيكون عايز يعمل حاجات، والحاجات دي بيكون عايز يعمل ألعاب جميلة كده يعني. كنت بلعب، كنت أنا دوري أقبل عروسة، لقيت كل الفصل جاي عايزين نلعب معاك، عايزين نلعب معاك. تجربة. طيب استغربتي من ده ليه؟ عشان ما بيلعبوش معايا سكويد جيم في البيئي، ما بيلعبوش معايا في البيئي، بس في الجرد تلاقيهم بقى مش عارفين يلعبوا ايه فيخشوا معايا. اوكي. طب ايه بقى البيئي ده؟ البيئي ده حصة ألعاب نلعب فيها زي تنس وساعات كورة كده. حلو. بتحبي بقى انت الحصه دي؟ جدا. ايه اكتر ماده في المدرسه بتحبيها؟ مادة الماث والارت كمان، اللي هي اسمها جيوغرافي او سوشيال ستاديز او دراسات. هقول لك 3 كلمات وانت قولي لي تفتكري معناهم ايه من غير ما تقولي مش عارفه. تمام؟ يعني لو انت سمعتي كلمه وانت مش عارفه معناها حاولي تقولي ايه معناها. تمام؟ اول كلمه استقلاليه. يعني ايه استقلاليه؟ مش عارفة. انا اسف. طب تفتكري ممكن يبقى معناها ايه مثلا؟ الاستقالة يعني خلاص طرد من الشغل. والله ده ممكن يعني. تمشي برضه. تاني كلمه ديماجوجيه. برضه غريبة شوية. سمعتهاش قبل كده. تفتكري يعني ايه بقى ديماجوجيه؟ عارفة. لو مثلا هتتوقعي معناها ممكن تبقى حاجه شبه ايه؟ حاجه تتاكل مثلا؟ دمج. حاجه فيها دمج. حاجتين بيخشوا في بعض. صح. ماشي، ده كلام منطقي جدا. ثالث كلمه دستور. برضه ما عدتش. ها؟ طب تفتكري ممكن يبقى معناه ايه؟ معنى كتير جدا، زي الحصة. ماشي. حلو. زي الدروس. حلو قوي. مش عارفه ايه تاني. اوكي. الكلمتين جبتهم من الحظ. حابه ان انت تعرفي معنى ال3 كلمات دول ايه اصلا ولا حابه تعرفي معناهم فعلا؟ هبقى اشرح لك بعد الحلقه. انت ايه اكتر حاجه بتحبي تاكليها؟ اكتر اكله في الدنيا بتحبي تاكليها؟ الدنيا كلها. ممكن كل يوم تاكليها؟ باستا. بس كل شويه ما عندكيش مشكله انت تاكلي باستا؟ انهي نوع من انواع الباستا؟ لانها بتبقى انواع كده، في اللي هي البيضه، في اللي هي الحمراء، الصلصه الحمراء، صح كده؟ اسمها ريد باستا تقريبا. لو هتاكلي حاجه جنبها ممكن يبقى ايه؟ ممكن بانيه. جيمي 5. انا شخصيا دي افضل اكله انا بفضلها، المكرونه والبانيه. طول عمري والله من وانا صغير قد كده انا على طول بقول اروح لماما تاكل يا عمر تاكل ايه النهارده؟ مكرونه وبانيه. التاني يوم نفس الكلام برضه. بصي بقى يا ستي، احنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، وعلشان انا عايز اقدر وقتك، دي فقره اخر فقره خالص بتحصل في البرنامج بتاعنا، ان الضيف بيختار هديه. تمام؟ عندنا اختيارين. اول اختيار، سمع بيشخشخ ازاي، حاسه اللي فيه لعبه. اول اختيار عندنا الصندوق ده. حلو كده. الصندوق ده فيه هدايا كتير جدا، جميل. هدايا بقى بتاع الناس صغيره وهدايا الناس كبيره على حسب بقى ايه اللي هيطلع في ايدك. حلو. ده اول هديه. تاني هديه ال100 جنيه. تحبي بقى تختاري فلوس ولا تختاري هديه؟ الهديه طبعا. فلوس مش كل حاجه. فلوس مش كل. يا سلام يا مريم، يا سلام. متاكده؟ متاكده. هاخد ال100 جنيه. خدها. ماشي. حلو. طيب بس هنا بقى في رول، في قاعده كده. هتغمضي عينك بايد، وبالايد التانية هفتح انا الغطا ده. مدي ايدك، اللي ايدك هتلمسه هتمسكيه بصباعين، طلعيه كده تحطيه على الترابيزه زي ما هو من غير ما تعرفي ايه. تمام؟ اتفقنا؟ جاهزه؟ غمضي عينك بايد، الايد التانية فيها اللي ايدك هتطلع بيها شيليها، ما تنقيش يا مريم. من غير ما تبصي بقى، كلمينا وانت غمض عينيك. تمام؟ تفتكري ايه اللي انت خدتيه ده يا مريم؟ مش عارفه، تقريبا لعبه كده مدوره. انا حاسه ان ايدي ماسكه حاجه مدوره كده. بس ما حسيتيش ايه هي او عباره عن ايه بالظبط؟ لا. طيب تقدري تفتحي عينيك تشوفي ايه هي؟ عارفاها. عندي واحده زيها فعلا. طب بتعرفي تعملي الحاجات اللي فيها؟ بحاول لحد ما تدخل وتطلع تاني. ماشي. طيب تحبي تقولي للناس اي حاجه قبل ما نقفل؟ عارف ال3 كلمات اللي احنا كنا مش فاهميهم؟ اللي بقى فاهمهم يكتب في التعليقات بقى، واعملوا لايك وسبسكرايب.
مش هقول اكتر من اللي هي قالته بصراحه مريم. شكرا يا مريم، شكرا جدا، شكرا. ويا ريت الشير برضه. ايوه بالظبط، مش هيضر خالص الشير والسبسكرايب مش هيكهرب. ايوه. باي باي. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج يا شباب، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده شويه، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي.